لسه راجع من الشغل، ولسه يا دوب بقلب كده في الفيسبوك، لقيت خبر جميل جدا، مفاجئ جدا. بيقول لك النادي الاهلي تقدم بتظلم للجنه المسابقات في اتحاد الكره المصري على قرارات رابطه الانديه في ماتش الزمالك والاهلي اللي فات. الله، هي اللجنه الاولمبيه مش شغاله معاك ولا ايه؟ هو مش سيادتك رحت لجأت للجنه الاولمبيه وما مشيتش في الطريق السليم اللي هو بتاع لجنه المسابقات ولجنه الانضباط وخلافه؟ امال ايه اللي حصل؟ غريبه جدا الصراحه. اللي انا اعرفه ان الماتش هيتعاد بعد مباراه مصر والسنغال مباشره. مش عارف ايه اللي جد الصراحه. خلينا نتكلم جد شويه. خبر زي ده بيأكد للناس اللي كانت لسه عندها امل يعني من جماهير الاهلي ان المباراه هتتعاد وكده، وان احنا لا، الاهلي متمسك بقراراته والبيان اللي نزله، وبتقول انه واضح يعني انه وصل للنادي الاهلي كلام بان اللجنه الاولمبيه مش هتيجي ابدا جنب القرارات الخاصه ب سواء احتساب المباراه لصالح نادي الزمالك او خصم الثلاث نقط من النادي الاهلي. فحد نصحهم يعني ان لا، امشي بقى في الطريق الطبيعي قبل المهله ما تعدي عليك، لان طبعا انتوا عارفين ان اي قرار في مهله قانونيه مسموح بانك تطعن على القرار، وبعدها خلاص مش هيكون ليك حق يعني. احنا برضو في النهايه، برضو احنا برضو مش عارفين، احنا متعودين يعني في بلدنا بان مفيش حاجه مضمونه يعني. لكن المؤشرات كلها واللي حصل النهارده ده نقله كبيره جدا في القصه، بان الاهلي يرجع تاني، يلجأ تاني لاتحاد الكوره والمسار الطبيعي اللي هو كان المفروض يمشي فيه من الاول. ده واضح ان الدنيا في اللجنه الاولمبيه ما مشيتش زي ما الاهلي كان عايز. فخلينا نشوف ايه اللي هيحصل.